عمرك وقفت وبصيت لابنك وقلت هو انا بربيه ولا بزعق له؟ طب هو اللي انا بعمله معاه فعلا صح ولا انا بكرر اللي اتعمل فيا؟ التويست في الموضوع ده ان التربية مش كلام ولا شدة ولا حرية مطلقة. التربية هي اسلوب في الحياة، يا اما الطفل يطلع سوي يا اما بسم الله ما شاء الله يطلع زي اللي حوالينا كده، كلهم نسخة تانية تروما قديمة وطفحت علينا. احنا جيل اتربى على عيب. اسكت، انت بتفهم اكتر مني يعني؟ هوريك بس لما نروح. انا بخاف عليك، انا عايز مصلحتك. ومعظم الاهالي النهارده عاوزين يربوا بطريقه احسن من اللي اتعمل فيهم، بس مش عارفين يعملوها ازاي. جت هنا التربيه الايجابيه. التربيه الايجابيه على فكره ده مش دلع، دي تربيه ايجابيه فعلا. طيب يعني ايه تربيه ايجابيه؟ هي طريقه تربيه بس بتعتمد على انك تفهم الطفل قبل ما تتحكم فيه. بتعتمد على الاحترام، الحدود، التواصل، التعاطف. حلول مش عقاب. تبني شخصية مش تبني خوف. في دراسة في جامعة هارفارد سنة 2023 اتعملت وقالوا إن الأطفال اللي اتربوا بالتربية الإيجابية كان عندهم معدل ثقة بالنفس أعلى بنسبة 60%، والتركيز أعلى بنسبة 35%. طب إيه الأسس الذهبية كده للتربية الإيجابية؟ التعاطف، يعني قبل ما تزعق اسمع، قبل ما تعاقب افهم، قبل ما تاخد القرار شوف الطفل حاسس بإيه. طب والحدود؟ حدود يعني أمان. مفيش طفل مبسوط من الفوضى، لأن الفوضى معناها انعدام السيطرة، فمفيش طفل بيحب ده. الروتين، روتين النوم، روتين الأكل، روتين التعليم، روتين اللعب، وده أهم من العقاب. تحط روتين أحسن ما تعاقبه. طب والاحترام؟ لو عايز الطفل يحترمك احترمه انت الأول، ما تزعقلوش، ما تهنوش. فده معناه ان لازم يبقى فيه لغة تواصل. التربية الإيجابية مفيش فيها انت غبي، مفيش انا مش طايقة. في حاجة بتقول اللي حصل ده غلط بس انت اللي مش غلط. هنا انا نفيت الفعل مش نفيت الولد. طب وجود الأب؟ وجود الأب مش ATM، مش فلوس، مش أوامر. وجود بمعنى أنا شايفك عشان موجود. طب ما تيجوا نشوف الأخطاء بقى المميتة في التربية، وأول واحدة فيها والكينج بتاعتها المقارنة. شفت ابن خالتك؟ شفت ابن عمتك؟ شفت أختك؟ شفت بنت خالتك؟ ده تدمير تماما للصحة النفسية. فده بني آدم بيبقى مهدوم بس من جوه. تاني حاجة الإهانة. الإهانة دي بتخلق شخص خايف، على طول خايف، فبالتالي بيبقى متمرد. الزعيق بيزود هرمون الكورتيزول فبيبوظ المخ، فتلاقي الطفل مش فاهم هو بيعمل ايه. والضرب مش تربية، ده تفريغ غضب، بس انت غضبان بتفرج غضبك في الولد. الكذب على الطفل، لو ما عملتش مش هحبك، وللأسف دي أخطر جملة لأن الطفل بيصدق. اللوم المستمر، وده بقى بيخلق طفل بيكره نفسه لأنه دايما شايف إنه هو غلط وفي كل حاجة. ما هو كل شوية بيتلام انت غلطان. الطفل عنده احتياجات، بس الاحتياجات دي احتياجات نفسية مش احتياجات مادية. يعني حب، أمان، تقدير، لعب، تشجيع، حرية بس محسوبة، ووقت. اديله وقت. لو مش بيلاقي الحاجات اللي أنا قلتها دي هتلاقيه بيعيط، بيصرخ، منطوي، بيعمل سلوك عدواني، وهي دي المشكلة. تعالوا أقول لكم التربية الإيجابية في 10 جمل وركزوا. أنا فاهم إنك متضايق، تعال نتكلم. غلط اللي حصل بس أنا هنا، تعال نصلحها سوا. اختار، عايز تعمل ده ولا ده؟ أنا فخور بيك على فكرة. أنا زعلان من اللي أنت عملته بس مش زعلان منك، كلنا بنغلط على فكرة. تعال نهدى شوية وبعد كده نتكلم. اسمعني وأنا هسمعك، أنا معاك على فكرة، أنت مش لوحدك. الأب في التربية الإيجابية، الأب هو إيه؟ الأب قدوة، اتزان، أمان، احترام، حنان، قوة، كلام واضح، مشاركة وتشجيع. ATM ده مش أب على فكرة. وأنا مالي يا عم، ده مش أب. الأب جزء من بناء الإنسان. وجود الأب بيقلل مشاكل نفسية عند الطفل بنسبة 45%، ودي دراسة على فكرة اتعملت في جامعة كامبريدج سنة 2021. طب ما تيجوا نشوف مواقف كده كل يوم بتحصل ونحلها ازاي. الطفل بيعند، الحل نحط له حاجات يختار بينها ووقت واحنا هاديين. الطفل بيعيط من غير سبب، نبص له ونقول له احكي لي حصل ايه، مش الجملة الشهيرة بطل عياط.
ما تنفعش. الطفل ضرب اخوه، نفصل الفعل عن الشخص. يعني الضرب غلط بس انت مش غلط. الطفل بيكسر الحاجات، نحلها ازاي؟ نقعد معاه ونتكلم، نقول له انا فاهم انك متعصب ومتضايق، بس تعالى نستخدم الكلمات مش الايدين. زي ما احنا متعودين كده نعمل شوية وصفات، بس المرة دي هنعمل وصفات للتربية، حاجة جديدة كده. تعالوا نشوف أول وصفة. الوصفة دي سهلة أوي، اسمها 5 دقايق هدوء. قبل أي قرار اقعد مع الطفل 5 دقايق، اسأله حاسس بإيه بس وانت هادي. تاني وصفة 10 كلمات تشجيعية في اليوم. يعني يوم واحد تشجيع بيساوي طفل أقوى نفسيا 10 مرات. شوية كلمات للتشجيع سهل. تالت وصفة 15 دقيقة لعب من غير تليفونات، لا بتاعتك ولا بتاعت أبوه. وعلى فكرة ده أهم من أي مصروف ومن أي هدية. ما تجيبوا الهدية ولا اللعبة تلعبوا بيها مع بعض، بدل ما انتوا قاعدين تجيبوا لعب وهو بس اللي بيلعب بيها لوحده. التويست في الآخر عايز أقولك إن الطفل مش نسخة من أهله، ولا الطفل مشروع مستقل. الطفل ده بينجح لو اتربى صح،